السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي، إن شاء الله بأفكار جميلة جدا أتمنى تعجبكم. الأول كده نصلي على رسول الله ونحط لايك للفيديو ونخش على الأفكار بتاعتنا بتاعت النهاردة. لو عندك مساحة قديمة كده مش محتاجاها، تعالي كده هنقسمها 3 ونشوف هنعمل بيها ايه. انا كده خدت مقاس حاجة معينة، هوريها لكم ايه المقاس اللي انا خدته دلوقتي. وهتجيبي بقى منشار او سكينة مشرشرة، يعني اي حاجة تقطع البلاستيك معاكي تقضي الغرض يعني. تمام، كلنا كده المساحات بتقدم عندنا ومنبقاش محتاجينها، فهنقسمها 3 كده وهتنفعنا في حاجات مهمة جدا. هنشوف مع بعض الافكار. هناخد بقى المساحة بتاعتنا كده ونخش على الحمام، هوريكم انا عاملاها لايه. انا خدت مقاس القاعده ما بين القاعده والبانيو عشان اقدر ادخلها كده والم الميه. القاعده دي مقفوله يا بنات من ورا، فالميه ما بتخشش من ورا وتروح على البلاعه، لا. فبضطر ان انا كان بتبقى متضايقه جدا لان المساحه ما بتخشش هنا. فبالتالي عملتها، خدت المقاس وقصيتها وبدات ان انا بمسح بيها وبنضف بيها. اي زاويه اي ركن بقى هي صغيره كده وبتخش جوه الزوايا والاركان وبتمسحها وبتنضفها. الجزء التاني طبعا ده مش هنرميه، هنعمل بيه بقى ايه، هنمسح بيه، نرش على الازاز كده بقى الجلانس اللي انت عايزاه، وهتبداي تنضفي بيه الازاز. حلو جدا بصراحه، هيبقى معانا جزئين كمان هينضفوا الدنيا كلها. خلاص هنخش بقى على الفكره الثالثه، وهي لو عندك كده قاعدة كاس مكسور وعايزة تسويها في بعضها عشان تستغليها في حاجات كتير جدا، هنجيب الصنفرة ونبشر الازاز الزيادة. كلنا كده الكاسات بتتكسر وبيتبقى القاعدة. تمام، القاعدة دي اوعي ترميها، ليها يعني فوائد جامدة جدا جدا جدا. هنبشر بقى بالصنفرة الازاز وهنسويه كله ببعضه. شايفين البودرة لو واضحة معاكم اللي بينزل الرذاذ بتاع الزجاج لحد ما تسويها ببعضها. خلاص يا بنات كده. طبعا الصنفرة جميلة مهمة في البيت. هنا كده كمان هنستخدم بقى الصاروخ، وهنلزق بيه دي كده سكرية قديمة كان غطاها مكسور. تمام، هنلزق بيه بقى، هنثبتها فيها كده، هنعملها كونديجر للبلح، هنعملها فازة اللي انت عايزاه. المهم ان انت هتقعدي تدويرها يعني. ممكن تقلبي الكاس كده، قاعدة الكاس، وتقفلي بيها اي برطمان وتعملي شمعدان وتحطي الشمعة كده من فوق. وممكن ده برضو قاعدة كاس عملناها غطا للبرطمان وعملنا بونبونيرة. يعني الفكرة هنا ان قواعد الكاسات المكسرة دي كنز عندك بجد يعني. يا رب تستفادوا من الفكرة. هنلزق بقى، نبتدي ان احنا نلزق دي ونسيبها شوية كده على بعضها لحد ما تثبت معانا. الشمع هنا مش هيلزق الازاز في بعضه، لكن الصاروخ في انواع تانية طبعا في السوق كتير ممكن تلزقي بيها. وهنا انا عملتها فازة، اعمليها للبلح، اعمليها بونبونيرة، اي حاجة. يلا بقى نخش على ايه الفكرة الرابعة، وهي بقى لو عندك المسكة الجميلة دي الحلوة دي، هنستخدم هنا مناديل عادية وممكن مناديل مبللة. المناديل العادية بس لو عندك استك فلوس او استك عادي كده، انا هحط توكة عادية هحطها كده على الاطراف. ممكن حتة قماشة فايبر تقضي معانا الغرض. وهبتدي ان انا اثبت بالتوكة كده زي ما انتوا شايفين. هنا كنت بركب التوكة فهناخد بقى ونروح بقى على شباك الألموتال بتاعنا. المجرة دي بتبقى صعبة جدا في التنظيف، بتعذبنا كلنا. فانتي بقى يعني حطي فوطة فيها شوية خل او مناديل كده، انا رشيت عليهم شوية مية على فكرة، وهتنضف معاكي. شايفين كمية الاتساخات اللي طالعة؟ لو حتة قماشة طبعا في الفكرة دي هتبقى افضل كتير جدا. وتفضلي بقى يعني تعملي وتطلعي لحد ما تنضفيها خالص. تمام، اهي الاتساخات طالعة كتير جدا جدا. فكرة سهلة وسريعة، يا رب تعجبكم. يلا نخش على الفكرة الخامسة، وهي لو عندك تلاجتك زي تلاجتي كده بيكو، فيها مش عاملين رف كامل للبيض، لا عاملين مكان ل6 بيضات بس. فما تجيبي كرتونة البيض باخد منها كده حتة قطعة بقيسها على قد التلاجة، على قد الرف اللي عندي،
وبحطها ثبتها في الرف، وببتدي ان انا ارص البيض فيها، فبتشيلي بقى ايه كمية كبيرة من البيض. يعني بنتحايل يعني على ايه ان هما لو ما عندكيش علبة بيض الكلام ده كله. فكرة حلوة جدا. ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وشير واشتراك في القناة. وهنا برضو لو انتي يعني عايزة ركن صغنن كده للبيض، تقدري تاخدي بقية الكرتونة وتحطي البيض. هنا التلاجة بقى الاولاد بيفتحوا كتير، المقبض بيتسخ بسرعة، لا احطي عليه استرتش. هاتي الاسترتش بتاع الاكل ده ولفيه على المقبض من فوق لتحت كده اهو. انا لفه الاتنين عشان الاولاد بيفتحوه كل شويه، فبحافظ عليه بالشهور، يعني ما بحتاجش اغسله. الاول كل يوم كنت لازم اعيد عليه، لكن بعد ما حطيت الاسترتش ده كل شهرين مره. ما تنسوناش من لايك واشتراك في القناه، وجزاكم